يا صباح الورد، يا صباح الفل، يا صباح الياسمين. حبايب قلبي عاملين ايه؟ وحشتوني وحشتوني وحشتوني. طبعا باين على صوتي ان انا ايه، البرد يعني مسويني على الاخر. المهم كده، تعالوا بقى اقول لكم ان مفيش احساس احسن من الاحساس انك تصحي الصبح كده، تفطري حتتين كيكه كده بشويه ايه، بكوبايه لبن، شويه شاي، كوبايه شاي بلبن، كوبايه نسكافيه، اي حاجه بس يبقى فيه حتتين كيكه كده ايه، من بتوع زمان، روايح زمان. تعالى اقول لكم الطريقه الاصليه اللي انا معتمداها من سنين. مبدئيا كده هنجيب الخلاط بتاعنا وفيه 3 بيضات. عايزين تعملوها ببيضتين عادي خالص، انا اوقات بجربها بالبيضتين وبتبقى حكايه يعني، بس انا كان عندي في الفريق في التلاجة وعادي يعني. 3 بيضات وكيسين فانيليا وكوبايه سكر، بضربهم مع بعض الاول. اخلي كده البيض مع السكر مع الفانيليا كله يدوب كده في بعضه، وبعدين بنزل عليهم بنص كوبايه زيت. عندك زبده ماشي، عندك سمنه على زيت ماشي، برضو بيدي نتيجه حلوه. بس برضو انا يعني حطيت زيت لان انا معتمدها بالزيت، نص كوبايه زيت. اهم حاجه يكون نوع الزيت نوع نضيف، ومش اللي هو يعني بيبقى ليه ريحه وكده، يعني بمعنى اصح ما يبقاش زيت التموين يا ولاد، علشان بس الكيكه تطلع معاكي حلوة. وعلى فكرة هقولك على حاجة، انت لو حطيت لها زيت التومين هتبقى حلوة برضو، بس بتبقى ريحة، انتوا عارفين ريحة زيت التموين يعني، فياريت يكون زيت نضيف بس كده. وهنزل بكوبايتين لبن وكوباية مية فترة، ولا هي سخنة ولا هي ساقعة، وهفضل بقى اضرب فيهم كويس جدا ضرب مبرح، يعني مثلا حوالي دقيقة كده او دقيقتين، علشان خاطر يعمل بقى ايه، آه يمتزج كله مع بعض ويعمل زي فوم كده، ده اللي انا عايزاه. بس بعدين بقى هبقى مجهزه معايا 3 مجات من الدقيق، يعني ما يعادل حوالي نص كيلو دقيق، 3 مجات من المجات اللبن اللي انا حطيتها دي. وبعدين هنزل بكيسين بيكنج باودر. قولولي ليه كيسين؟ لان البيكنج باودر اللي انا مستعملاه دوت ما بيبقاش، ثواني يا رحيل، ما بيبقاش الكميه اللي هي المفروض تتحط، لا قللوا منها خالص بقيوا، يعني كيس البيكنج باودر ما بقاش حتى يملى معلقه شاي. تمام، كيسين البيكنج باودر دول دلوقتي مالين معلقه شاي، علشان انا المفروض تحطي معلقه شاي بيكنج باودر، معلقه شاي مش نص معلقه، معلقه شاي بيكنج باودر. فالكيسين دول مالوا بالظبط معلقه شاي. انتوا عارفين طبعا كل حاجه قلت، يعني مش بيحطوا الكميه بالظبط. حتى الفانيليا يعني بتفتحي الكيس بتلاقي فيه ذره واحده كده بس فانيليا، ربنا يرحمنا يعني. فهو الاحسن السايب بصراحه، الاحسن انت تجيبي، مش السايب قصدي، تجيبي العلبه بتاعه البيكنج باودر دي على بعضها، وتاخدي منها بالنص معلقه بالمعلقه على حسب ما تحتاجي يعني. بس كده، وقلبت الخليط بقى من فوق لتحت تقليب كده على الهادي بطيء. اهم حاجه ما اقعدش اقلب جامد علشان خاطر الفقاعات دي ما تروحش، لان اهم حاجه عندي الفقاعات دي اللي هي من فوق دي. الصينيه عندي مدهونه مبطناها بالدقيق، زبده ودقيق او سمنه ودقيق اي حاجه، او زيت ودقيق. وهنزل بقى بالخليط وبس كده. هعمل له خطوط من فوق بالخله، خلي الخشب عندك. وبس كده بدخلها بقى الفرن درجة حرارة 180 في الرف اللي في النص. بصوا بقى، لو عندكم بقى فرن كهربائي خليها درجة حرارة 200، لان الفرن الكهربائي بيبقى اوطى من الفرن العادي. لو عندكم فرن كهربائي درجة حرارة 200 في الرف اللي في النص، بتقعد بالظبط معاكي من 30 ل 35 دقيقة. بس كده تطلع معاكي احلى صينية كيكة بتاعت امهاتنا بتاعت زمان. الكيكة اللي هي تقومي كده من النوم الصبح تلاقي امك عامله كده صينيه كيكه كده، حاجه كده في الولا يا ولا. بس كده، انا لغايه هنا خلصت الفيديو. متنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات عليه افضل الصلاه والسلام. متنسوش اللايك، عشان اللايك بتاعكم بيشجعني ان انا اكمل. ودمتم في سلام الله.